يا جماعة أنا الحلقة دي مصورها 3 مرات. أول مرة الكاميرا فصلت، تاني مرة الصوت مش شغال. بصوا، حتى التكتيكات اهي كل حاجة متلخبطة. دي تالت مرة صور الحلقة. مش عايزة يا عم جو اللي بيمنتج ما تشيلش الكلام ده كله. هل ده في حاجة؟ ماتش انبي حلقة ليلة الماتش في حاجة 3 مرات تتعاد؟ الكلام اللي بقوله غلط مثلا؟ دي مفارقة غريبة جدا يا عم هيثم. كل ما اخش الحارة النور يقطع، مش عارف ليه يا عم هيثم. انت مش عارف ليه؟ ربنا يستر. دخلت الحلقة للمرة الثالثة. قول الحمد لله. ايوه ايوه، اي حد بيتفرج على الفيديو قول الحمد لله. انت كزملكاوي قول الحمد لله. الحمد لله ليه؟ على كل شيء طبعا، بس الحمد لله ان انت اتغلبت ونقيم بالدور الاول. يا عم سقه، كان هيبقى الفرق 8 نقط. الفرق كان يبقى 8 نقط وانت كسبان. ايه هقول لك؟ سيناريو عادي جدا ممكن تكسب بيه. عدي الدباغه ولا ما نزل كان جاب الجون والضربه الجزاء في الاخر دخلت 2-1 وكسبت. اوه الزمالك زي ماتش الاتحاد لما كنت وحش. كنت جيت ماتش انبي ده غلبك، وداخل ماتش الاهلي مغلوب وموقع سلسله انتصارات وقربته الدوري كسبك. الدوري رجع تاني وهيجري وراك شبح ان الدوري بيروح منك. لكن دلوقتي انت داخل كسبان المصري، كسبان بيراميدز في فاينل كونفدراليه باذن الله، وانبي قبل ماتش الاهلي. انبي ده كسبك واستفزك وكسر سلسله انتصاراتك، فانت وعيله، فانت فايقه وعرفت ان هو عارف مشاكلك وعارف ازاي يلعبك. وانت المفروض تكون عرفت وحللت هو كسبك ليه. فانت جاهز له نفسيا وجاهز له فنيا، جاهز له 100%. يبقى تنزل تكسبه، لان ده ماتش حسم الدوري. ماتش حسم الدوري واهم ماتش في الدوري ماتش انبي. ده في حاله ان الاهلي وبيراميدز اتعادلوا، ما تعادلوش يبقى ماتش الاهلي حسم الدوري. لكن حاليا ايه هو حسم الدوري؟ انبي. كل ماتش هو ماتش حسم الدوري. خدها كده. بعد ماتش الاهلي لو لسه ما خلصتش يبقى سموحه اهم ماتش في الدوري. ماتش الزمالك ماتش بماتشه. الزمالك انبي دلوقتي هم ماتش. خلصت انبي يبقى الاهلي، خلصت يبقى سموحه، يبقى سيراميكا نحتفل بقى. تيشيرت برازيل ده ليه؟ بمناسبه تيشيرت برازيل طبعا. بزيرا انه يقعد دكه او انه ما يلعبش الماتش، يبقى احنا كده ايه؟ الحمار اللي ما بيتعلمش من اخطائه. فاكرين الدور الاول ماتش الجونه؟ انتوا فاكرين وكابتن معتمد فاكر وكله فاكر. بزيرا هينزل يجيب اخره ويلعب 90 دقيقه ويكسر الدنيا ويكسبنا باذن الله. بس تقول له بلاش انذارات، تقول له لما حد يستفزك ما تردش عليه. بس لعيب محترف ولعيب المفروض يبقى واعي للكلام ده. سهله وبسيطه. حد يقول لي بقى التحكيم هيتلكك له. بقول لك ايه، عشان اخاف من التحكيم قعد بذكرى دكه اللي هو بالنسبه لي حل الماتش اصلا. بزيرا هو حل الماتش. واقول لك ليه قعدوا دكه فاخسروا او اتعادل مع انبي فوقع نفسيا ويدخل الاهلي يكسبني وكسبوا الدوري. ليه؟ عشان قعدت بزيرا دكه عشان ما ياخدش انذار. لا ابقى عبيط واهبل. نفس بتاعت الجونه هي. فكرت في ماتش الاهلي وما فكرتش في اللي في ايدي الجونه وانبي. تشكيله ماتش انبي وطريقه اللعب اللي لازم نلعب بيها قبل كل ده. شيكو بنزا في ماتش انبي ما يلعبش. تك تك تك. بس عارف كومنتاتك، عارف كومنتاتك. شيكو بنزا عمك، شيكو بنزا سيدا، شيكو بنزا شيكو بنزا شيكو بنزا. يا جماعه والله ما وقت هزار، وقت دوري دلوقتي. شيكو بنزا جاب لي الدوري بجون بيراميدز لو كسبنا الدوري. شيكو بنزا لعيب مهم في حاجات معينه. ايه هي؟ انه ما يلعبش ماتش انبي، انه ينزل الشوط الثاني في ماتش انبي اخر ثلث ساعه والخطوط مفتوحه وانت كسبان 1-0 ينزل يجيب لك الثاني والثالث. عارف ماتش بيراميدز ده لو كان شيكو بنزا لعبه من اوله وبيراميدز مقفل خطوطه كنا شتمناه، كنا دخلنا فيه النار. انا بقى اللي بقول لك بقى. شيكو بنزا بان لما بيراميدز فتح خطوطه ولقى مساحات يجري فيها. انبي هيديك مساحات؟ انبي هيديك حاجه تانية، هيديك خنقه، هيديك قرف، هيديك تقفيل مساحات. هنقعد نشتم في شيكو بنزا ونطلعه بين الشوطين وننزل عدي الدباغ. انا بقول لك بقى ما تنزلش شيكو بنزا ده خالص خالص غير الشوط الثاني وانت كسبان 1-0. ما تحكمش بالعاطفه، ما تحكمش بالقلب. مش اي حد يجيب جون حلو نلعبه. احمد ربيع جاب جون في ماتش زد، خلاص يبقى هو بلينجهام بتاعنا، رميناه دكه تاني، رميناه دكه تاني عادي جدا. المهم دلوقتي الزمالك وازاي نكسب انبي. يبقى عشان نكسب انبي شيكو بنزا ما يلعبش. شيكو بنزا شوط تاني. شيكو بنزا بيفكرني بمصطفى فتحي مع فيريرا في الفتره الاولى في 2015. ورقه رابحه على الدكه. هو ورقه رابحه على الدكه في ماتش الاهلي وفي ماتشات كتير هيفيدك على الدكه. هقول لك تشكيلتين لماتش الزمالك وانبي، تشكيله فيها بنتاج وتشكيله من غير بنتاج. لان في ناس بتقول لي بنتاج متعاقد وفي بيقول لي كان شد بسيط في الضمه. هيلحق ولا مش هيلحق ما اعرفش. التشكيله اللي بنتخانق دايما فيها الكره وجهات نظر. انا شايف المباراه بشكل، انت شايفها بشكل تاني. بنتاج باك شمال طبعا المهدي سليمان في الجون، حسام عبد المجيد والونش. باك يمين عمر جابر خلاص هو الاساسي وعمل ماتش بيراميدز كويس
والماتش اللي قبليه بلوزداد في القاهره كان شغال. خلاص هو الاساسي لنهايه الموسم ده قرر كابتن معتمد جمال. نص الملعب بقى شحاته، فتوح، ادم كايد، وثلاثي الهجوم ناصر منسي وعدي الدباغ وخوان بزيره. ما تشتمش، اصبر. هتقول لي ادم كايد باشا، انت عارف ان عبد الله السعيد لاعب في اخر اسبوع تقريبا 3 ماتشات. عبد الله السعيد لعب 90 دقيقه ضد المصري، 90 دقيقه ضد بلوزداد، 90 دقيقه ضد بلوزداد راجع تقريبا 90 دقيقه او 80 دقيقه، 90 دقيقه ضد بيراميدز 85 دقيقه يعني. ارحموه، وثلاث ايام وهيلعب انبي. انا جيت وقلت لك عبد الله السعيد ده عشان يديك فنيا وبدنيا 100% ماتش في الاسبوع، 90 دقيقه في الاسبوع. انت بتلعبه كل 3 ايام 90 دقيقه. شفت في ماتش بيراميدز تصرفاته الفنيه كانت اغلبيتها غلط ليه؟ اختياراته الفنيه ليه؟ لان رجله مش شايلاه، بدنيا مش جاهز، بدنيا تعبان، عنده 41 سنه. هو بيزعل يطلع فما طلعوش. انا ما لعبوش ماتش انبي عشان يبقى جاهز للاهلي. ماتش بيراميدز كان يوم الخميس، ماتش الاهلي يوم الجمعه، اريحه الاسبوع ده. حد يقول لي هي دي نفس غلطه بزيرا لو انا ريحته في ماتش انبي؟ بزيرا لا يعوض. بزيرا الوينج اليمين الوحيد اللي عندك. هتقول لي عدي بيلعبها مش قوي، وعدي بيلعب شمال، هتلاعب مين شمال؟ هتلاعب عدي يمين وشيكو بنزا شمال، ما تجيش. انما عبد الله السعيد في بديل، في فتوح، في ادم كايد، في محمد سيد، في ان عبد الله السعيد مع ورقه رابحه على الدكه. غير كده تاثير خوان بزيرا في الملعب مش زي عبد الله السعيد. خوان بزيرا اضعاف. عبد الله السعيد في ماتش ماتش لا. غير كده بزيرا جاهز 100%، بس حته الانذار اللي انا مش عايز العبه عشانها دي غلط. انما عبد الله السعيد مش جاهز. عبد الله السعيد لو لعب ماتش انبي هيبقى وحش، وهيأثر على ماتش الاهلي وهيبقى وحش. لازم عبد الله السعيد يريح. طب ليه ادم كايد مش محمد سيد؟ انا عايز حد عنده حلول. محمد سيد بوكس تو بوكس، عنده لمسات، لكن ادم كايد عنده حلول، عنده بساط. حد بيقول لي بدنيا مش هيقدر يلتحم مع ماتش انبي، لازم اشوفه. ما قداميش غيره وهو المفروض يثبت نفسه. فعشان كده قلت لك محمد شحاته وفتوح وادم كايد قدامهم مركز 10. طب بنتاج لو مش موجود هقول لك فتوح باك شمال، والدفاع هو نص الملعب يبقى محمد السيد وشحاته وادم كايد. مركز 10 ادم كايد، 8 محمد سيد، مركز 6 شحاته. لازم تفتح، لازم تهاجم، ما تلعبش 4-3-3 زي ما عملت في الدور الاول. اقول لكم ليه احنا اتغلبنا الدور الاول من انبي؟ بسبب كابتن معتمد جمال وتشكيله. اقول لكم تشكيل ماتش انبي كان عامل ازاي. الاربعه الدفاع هم نص الملعب كان بيلعب بمين بقى؟ يا نهار اسود. احمد ربيع مركز 6، محمد سيد، عبد الله السعيد. حلو، اديني 3 هجوم بقى. لا، فتوح وينج شمال بيرجع نص ملعب ضد انبي عادي عادي، وناصر منسي وخوان بزيره بس 2 مهاجمين. فكنت مكسور الجناح، كنت وحش جدا. انبي خطفك بضربه جزاء وكان هيخطفك واحد تاني، رحت منزل عدي الدباغ بعد لما الماتش فرط. وعدي الدباغ ضيع جون، جات له واحده تانيه لطشها، غير انك مضيع ضربه جزاء وغير الماتش فرط والزمالك ما كانش حلو. فتشكيل من الاول خاطئ عك الماتش مع ضربه الجزاء. لكن بكل بساطه بكل اريحيه لو لعبت 4-2-3-1 بعدي الدباغ وناصر منسي وبزيره وادم كايد من تحتيهم و8 شحاته و6 فتوح، او 6 شحاته و8 فتوح، هتكسب عادي جدا باذن الله. ولازم تنزل ضاغط، لان انبي هيدافع ومش هيضغط عليك. انبي مش هيفتح لك مساحات خالص، لان عارف اي حد بيفتح مساحات قدام الزمالك بيدمره. انبي هيدافع عشان عارف ان دي نقطه ضعف الزمالك، انه يسيب لك الكره ويدافع. طب هي نقطه ضعف الزمالك انه يسيب لي الكوره ويدافع، هل كده هتعادل مع انبي؟ بكل بساطه. بيراميدز اداله 4. عارف اداله 4 ايه؟ من العرضيات. انا مش باجي دايما اقول لك عدي الدباغ مش وينج شمال واعمل روتيشن بينه وبين بزيره، جاي بقول لك لا، عدي الدباغ يلعب وينج شمال، هو ده الحل. بص يا باشا، ماتش العرضيات مش ماتش الكور العاليه، ماتش العرضيات. طب مين هيعرض يا عم ساعه؟ عمر جابر ما بيعرفش. بنتاج 6 من 10 في العرضيات او 7، وممكن ما يلعبش. فتوح مش حلو في العرضيات. بزيره، ماتش بزيره قسما بالله وبالتيشيرت البرازيلي بقوله لك اهو. عدي الدباغ هو على الورق وينج شمال. ايه ده؟ ايه ده؟ بزيره وقع؟ لا ده الحكم اللي وقع، مش مهم. على الورق عدي الدباغ وينج شمال، لكن الاساسي مين؟ مفيش وينج شمال اصلا. بنتاج لو هيلعب هو اللي هيفتح الخط يبقى وينج شمال. عدي الدباغ لازم يخش راس حربه تاني جنب ناصر منسي. العب على بزيره ان هو اللي يقعد يرفع. ماتش العرضيات من بزيره، انا عايز من بزيره في الشوط 9 عرضيات. عشان يعمل 9 عرضيات لازم عمر جابر يعمل له الاوفرلاب، ياخد مدافع معاه، بزيره يقطم يعرض، يطلع عمر جابر في واحده يرفعها في توتة اللعيب. مش قصه، بنجرب. لكن هو ماتش العرضيات مع عدي وناصر منسي جوه، بيراميدز اداهم 4 بالعرضيات وخد ضربه جزاء من عرضيه. كله انبي فريق وحش في العرضيات، واي فريق مصري لما بتعمل له كثافه عدديه بيبقى وحش. بنتاج هيفتح الخط، لو بنتاج فتح الخط عمر جابر يفضل واقف ورا، نعرض لعدي وناصر منسي.
بنتاج يقف ورا، عمر جابر يفتح الخط مع بزيره، بزيره يرفع لعدي وناصر منسي، يعمل كثافه جوه. معاك اقوى مهاجمين في الدوري، ناصر منسي هيدر فشيخ، عدي الدباغ في التحركات مرعب، هيجيبوا جوان، وبزيره يعمل اسيستات. بس لازم تعمل كده. عندك ادم كايد طرفت وينج شمال، يرفع عرضيات شغال، كور ثابته شغال. انت هتكسب ام بي اما بكوره ثابته ضربه جزاء جون من عرضيه. لكن هتخترق من نص الملعب لا، هيغلطوا غلطه ممكن، لكن ككره لازم تقعد تعرض ولازم تلعب عرضيات. هو ده انبي، عشان تكسبه لازم عرضيات. عبد الله السعيد لو يلعب اساسي يلعب عرضيات مش كور عاليه. جو الكور العاليه على ناصر منسي وياخد الالتحام وتنزل لعدي ويقعد يحنكش هو بزرة. جمع اللعب عند فتوح وبنتاج وادم كايد في الجبهه الشمال، انقلها على طول، خلي الملعب مايل ناحيه الشمال، انقلها على طول لبزيره مع وانت بتنقلها عدي الدباغ بيخش راس حربه. عدي الدباغ مش اول ماتش راس حربه، لا هو عادي جدا بيقسم لعب مع فتوح وبنتاج كمركزه كوينج. الثرو لوب بالكره العاليه اللي هتنقل الملعب بيها تخلي بزيره 1-2 او 1-3 او 1-1. عدي الدباغ في نفس اللحظه بيقطع يبقى راس حربه تاني. في ماتش بيراميدز عدي الدباغ ما كانش بيقطع راس حربه تاني، ودي كانت كارثه وغلطه. لازم عدي الدباغ يلعب كانه راس حربه تاني لما الكره تبقى مع بزيره. ده وجهه نظري. عدي الدباغ مش وينج في الماتش ده، عدي الدباغ راس حربه تاني لما الكره تبقى مع بزيره او الناحيه العكسيه. دي الطريقه اللي هتكسب بيها انبي، ملهاش حل تاني غير كده. ولازم تريح عبد الله السعيد، ولازم شيكو بنزا ما يبتديش من اول ماتش. ابتديت بعبد الله السعيد وابتديت بشيكو بنزا هنعاني وهنجري ورا النتيجه. وافتكر كلامي اللي انا قلته لك ده، ان معتمد جمال غلط في الشوط الاول. كابتن معتمد جمال غلط في الدور الاول ضد انبي بتشكيل وحش فاتغلبنا. لو لعبت التشكيل صح هتكسب انبي 2-0 3-0. خدها مني. ماتش انبي اهم ماتش في الدوري، ركزوا ركزوا ركزوا. الان ماتش انبي اهم ماتش، وهم كسبك وهو استفزك تنزل تاكله. تبص الاهلي بعد كده عمل ايه مع بيراميدز؟ اتعادلوا خلاص، ماتش الاهلي ملوش قيمه. الاهلي كسب يبقى ماتش الاهلي ليه قيمه ولازم انزل اكسبه. خلينا لما يجي ماتش الاهلي، الماتش الاهلي بص، في حد على القهوه قبل ماتش الاتحاد السكندري جه قال لي هنعمل ايه؟ قلت له هتكسب الاتحاد بس انا قلقان من انبي. هل انا بقول لك كده عشان فشيخ؟ لا، انا بقول لك كده ليه؟ اطمن، الزمالك هيكسب انبي لو ابتدينا بتشكيل صح. قسما بالله لو ابتدينا بتشكيل صح كل واحد في مركزه طبيعي وما الفناش، الزمالك هيكسب انبي. اطمن ما تقلقش، باذن الله ان شاء الله الزمالك هيكسب انبي. خدها مني توقعي 2-0، كنت عايز اقول 3-0 بس توقعي ان هي 2-0. ماتش الاهلي بلاش اقول لك توقعي وتحليلي ليه، خليه وقتها عشان ما تزعلش دلوقتي، خليه وقتها. انما انا حاسس وواثق وفني ومن الاجواء اللي انا شايفها الزمالك هيكسب انبي. بصوا كابتن معتمد جمال طلع قال احنا هنموت نفسنا لغايه ما الجمهور ده يروح فرحان، وقال حاجه مهمه جدا، قال الزمالك ما كسبش الدوري وممكن نتغلب من انبي. ده مدرب واعي، واللعيبه لازم تبقى واعيه الكلام ده كويس جدا، ولازم تنزل مهاجم على انبي وضغطه. ما تستناش التحولات، هو مش هيديك تحولات ومش هيديك مساحه، هيخنقك، هيديك خنقه، هيديك كرشه نفس. لازم تركز، لازم تنزل فاتح خطوطك وبتضغط بادم كايد بعدي بناصر منسي اللهم صل على النبي ببزيره، وتلعب على الارضيات هتكسب انبي عادي جدا. الزمالك باذن الله بطل الدوري وبطل الكونفدراليه. وما تبصش اتحاد العاصمه دلوقتي، انا اتفرجت عليه بقول لك، فاكر بطوله افريقيا بتاعت الاهلي بتاعت كايزر شيفز؟ نفس القصه، بطوله سهله. هتكسب اتحاد العاصمه رايح جاي، وان شاء الله هتكسب انبي. ماتش الاهلي سيبك دلوقتي، ركز في ماتش انبي، اكسبه، اكسب الدوري ويكسب الكونفدراليه. الكونفدراليه قيمتها انك تلعب سوبر افريقي، ودوري السوبر ليج لو اتعمل هتلعبه برضو، وغير الدولارات. لكن كقيمه للنادي الزمالك الدوري، قيمه النادي الزمالك هي الدوري ودوري ابطال افريقيا. انا الكونفدراليه دي مرحله بس عشان كنت في كبوه، انا راجع افريقيا ودي ميزه مهمه جدا. الزمالك خلاص فرق 5 نقط، 5 نقط هيلعبوا بعض، في حد هيعطل الثاني، فالزمالك صعد افريقيا بنسبه 99%. حسم الدوري هي دي اللي لسه. مبسوط ان احنا رجعنا افريقيا جدا، لان هي دي قيمه الزمالك، يكسب دوري ويكسب افريقيا. الكونفدراليه زي ما قلت لك هتحل لك مشاكل وهتفتح لك بطولات جديده زي السوبر الافريقي، الدوري، السوبر ليج. انما انا هدفي السنه الجايه افريقيا. انا خلاص باذن الله صعدت لها، هدفي اكسبها عشان لازم اروح كاس العالم للانديه، لان هيبقى في فرق في القاره كتير معاها ملايين الدولارات من كاس عالم للانديه ومن الانتر كونتيننتال. طبعا خلي الموسم الجاي للموسم الجاي، ركز دلوقتي انك تكسب انبي، اهم ماتش في الموسم انبي. بعد كده الاهلي، بعد الاهلي عندك اتحاد العاصمه بقى اهم ماتش في الموسم، تكسبه في الجزائر ترجع سموحه. لو ما كنتش حسبت الدوري يبقى اهم ماتش، ماتش بماتشه، ما تفكرش في اللي بعده، فكر ان الزمالك ازاي يكسب انبي. قلتها لك
بالعرضيات، بالتركيز، باحترام انبي، بالغل من انبي من اللي هو عمله فيك. وزياد كمال اللي قعد يقول اهو هنشوف اللي هو يا زياد يا كمال وانت سابع دوري عادي جدا او سادس دوري ومش صاعد لاي حاجه، وانا بطل الدوري باذن الله. الدوري لسه في الملعب، في الملعب، في ملعبك، وتقدر تدخلهم الملعب معاك. الاهلي وبيراميدز مستنيين هدايا منك، اوعى تديهم هدايا، خليك اناني واكسب انبي واكسب الاهلي. وعادي اقول لك حاجه، لو كسبت انبي والاهلي العب بالناشئين بسموحه وتعادل، مش وقت الاستريك دلوقتي، وقت ان انا اكسب بطولات. اتغلب من انبي 3-0 بالناشئين عادي جدا، بس ابقى خدت الدوري لو كسبت الاهلي وانبي، واروح اتحاد العاصمه عادي جدا بكل سهوله، ابقى مريح اسبوع. ما هو ماتش الاهلي سموحه اتحاد العاصمه، لو كسبت الاهلي خدت الدوري باذن الله، الاهلي وانبي، اريح ماتش سموحه ده خالص ويبقى معايا اسبوع قبل اتحاد العاصمه اروح اكسبه في الجزائر، دمتم سالمين. اجي ماتش السيراميكا ده ماتش احتفال، واجي ماتش اتحاد العاصمه اكسبه وابقى خدت دوري وكونفدراليه سهله وبسيطه. بس ده والعدل، خدوا بالكم من كلمه العدل دي، لان موضوع عبد الله السعيد ده مش لازم عبد الله السعيد يريح. لو عبد الله السعيد ما ريحش الماتش الجاي هبتدي احط علامات استفهام على كابتن معتمد جمال. انا بقول الحته دي لليوتيوب لان اللي بيتفرج عليا قليل، واللي بيتفرج عليا عارف وبيحبني وبيحب محتوايا، خدها مني ليك، دي حاجه زي ما بيقولوا ايه خاصه ليك. كابتن عبد الله السعيد ما بيحبش يطلع، وكابتن معتمد جمال ما بقاش يطلعه، وده بيجي على عبد الله السعيد نفسه، بيضر الفرقه وعبد الله السعيد لان تصرفاته بتبقى غلط فنيا. عادي جدا يريح عبد الله السعيد الماتش الجاي، ده الصح، لان الاقدر انه يلعب ادم كايد او محمد السيد، لان عبد الله السعيد تعبان وبيضر الفريق فنيا لما بيبقى تعبان. ماتش الاهلي عبد الله السعيد يلعبه 90 دقيقه لانه هيبقى مريح اسبوع ما بين ماتش بيراميدز وماتش الاهلي. نهايه الحلقه ان شاء الله الزمالك بطل الدوري وبطل الكونفدراليه، وان شاء الله توقعي ان هي 2-0 للزمالك وهنكسب انبي باذن الله، والاهلي وبيراميدز هيتعادلوا. حاسسها والله، حاسسها باذن الله ان يوم الاثنين هنفرح بالدوري بان احنا متصدرين بفرق 7 نقط و7 نقط وفاضل 3 مطوشه، محتاج وين واحده، محتاج فوز واحد، سهله وبسيطه باذن الله الزمالك بطل الدوري. السلام.